تخيل معايا بلدين بيعلنوا الحرب، فأنت تفكر وتقول ممكن تكون الحرب قامت علشان مثلا بترول، أو علشان نفوذ، أو علشان الأرض. بس على فكرة في حروب بتقوم لسبب أتسع من كده بكتير. يعني في حروب ممكن تقوم بسبب إن خنزير دخل في أرض جاره بالغلط، أو مالي تتأخر شوية على الجنازة، أو الأسوأ ممكن تكون بسبب مباراة كرة قدم. وفعلا في دول بيكون معاها طيارات وصواريخ ودبابات بتستخدم القوة بتاعتها في الحروب اللي أسبابها تافهة زي ما قلنا. فخلينا النهاردة نتكلم عن أغرب أسباب الحروب اللي حصلت قبل كده. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سعيد ودي قناة صندوق الدنيا. وخلينا نبدأ بحرب الخنزير. سنة 1859 كان في جزيرة اسمها سان خوان. الجزيرة دي كانت أرض متنازع عليها ما بين الإمبراطورية البريطانية وما بين أمريكا. بس لحد اللحظة دي ما كانش في حرب قامت ما بينهم، لحد ما في يوم في خنزير خاص بمزارع بريطاني دخل أرض المزارع الأمريكي بالغلط وكل من الزرع بتاعه. وساعتها المزارع الأمريكي كان اسمه ليمان كاتلر. صحي الصبح لقى الخنزير الخاص بالمزارع البريطاني موجود في أرضه بالغلط وبياكل من الزرع بتاعه. على طول راح جاب البندقية بتاعته وراح ضربه بالنار مرة واحدة، واعتبر إن ده حقه علشان بيدافع على أرضه من غير حتى ما كان يروح يشتكي في جاره الأول. المهم إن الموضوع تصاعد، وبريطانيا بعتت 3 سفن حربية و150 جندي، وأمريكا ردت بإن هي بعتت 55 مدفعية والمشاة. والمشهد دلوقتي بأن الاتنين واقفين بجيوشهم وش لوش مستنين لقطة البداية علشان يبتدوا الحرب دي اللي بسبب خنزير. والحسن من حظ الموضوع وقف لحد هنا، لأن كان في قادة من الجانبين شافوا إن السبب ده أتفه من إن هو تقوم بسبب حرب. وفعلا المشكلة اتحلت، وبعد 12 سنة اتعمل تحكيم دولي للجزيرة دي وتم تسليمها لأمريكا. وبعد ما الحرب دي خلصت والجزيرة اتسلمت للولايات المتحدة، ما بقاش حد فاكر عن الحرب ديت غير حاجة واحدة بس، اسم حرب الخنزير، اللي كانت الضحية الوحيدة اللي فيها هو الخنزير. في ناس بتقول إن الكورة ممكن تشعل شعوب، وانت تقول عادي، كلام حماسي جدا ما فيهوش مشكلة. بس النهاردة هنلاقي إن في حرب فعلا قامت بسبب الكورة. وفعلا الحرب قامت بسبب ماتش كورة كان ما بين دولتين، وبسبب إن الكورة جت جون. واللي حصل إن دولتين جيران في أمريكا الوسطى كانت السلفادور وهندوراس، دولتين في سنة 1969 قامت الحرب ما بينهم بسبب الماتش. بس المشكلة الحقيقية ما كانتش في الكورة أصلا، المشكلة كانت بسبب إن المزارعين بيروحوا من السلفادور لهندوراس، والهندوراس ابتدوا يحسوا إن السلفادور بتزاحمهم في العمل بتاعهم جوه بلدهم. فالحكومة ساعتها اتخذت قرار بترحيل السلفادوريين لبلدهم. والوضع ساعتها بقى من سيء لأسوأ، بقى عامل زي برميل البارود مستني شعلة البداية. وشعلة البداية دي كانت في دور تأهيلي لكأس العالم. والفيفا ساعتها قررت إن الهندوراس والسلفادور يتقابلوا في 3 ماتشات حاسمة، وكان أول ماتش في الهندوراس والسلفادور خسرت 1-0. وبعد الماتش حصلت أعمال شغب وعنف، واتقال إن في بنت من السلفادور انتحرت بسبب حزنها إن منتخبها خسر، والجرايد هناك ولعت الدنيا. وتاني ماتش كان في السلفادور، الاستقبال كان جحيم، فنادق بعثة الهندوراس اترجمت بالطوب، واللعيبة ما ناموش، والملعب بقى شبه ميدان حرب. فطبيعي جدا ان النتيجة تنتهي 3-0 للسلفادور. لكن بعدها مذابح بدأت ضد المهاجرين الهندوراس، والنتيجة البلدين قطعوا العلاقات الدبلوماسية. ويجي الماتش الثالث على أرض محايدة في المكسيك، وساعتها السلفادور تكسب 3-2. لكن النهاية ما كانتش مفرحة تماما، لأن بعد أيام من الماتش، وبالتحديد يوم 14 يوليو سنة 1969، طيران السلفادور يضرب هندوراس، والهندوراس يردوا بمدفعية والطيران يضرب السلفادور، وحرب كاملة بدأت واتسمت بحرب كرة القدم أو حرب 100 ساعة. بس الحقيقة إن الحرب ما كانتش بسبب الماتش هو كان الشرارة اللي ابتدت بسببها الحرب، والنتيجة أكتر من 3000 قتيل، مئات الآلاف من اللاجئين، دمار اقتصادي للبلدين، والنزاع استمر سنين بعد الحرب. لكن كل ده ابتدى بصفارة وانتهى بدبابة. تفتكر إيه اللي ممكن يقوم حرب لمدة 12 سنة؟ كنز، ثروة، أميرة اتخطفت مثلا؟ ولا ممكن يكون جردل عادي جدا؟ والجردل ده مش من ذهب ولا من فضة ولا حتى أثري، ده من خشب عادي جدا، من خشب اسمه خشب البلوط.
سنة 1325 في إيطاليا، بس مش إيطاليا بتاعت دلوقتي. إيطاليا زمان كانت عاملة زي قطعة البازل اللي كانت كل مدينة كأنها دولة صغيرة لها جيش وحكام ونظام اقتصادي خاص بيها لوحدها، وكل حاكم من حكام الدول ديت كان مستني بس شعلة البداية. وجت شعلة البداية دي من مدينة مودينيا اللي دخلوا في أرض جيرانهم بولونيا وسرقوا دلو الخشب من بئر الماء اللي موجود في منتصف المدينة. وهو فعلا هو دلو عادي جدا، وأخدوه ورجعوا تاني لمدينتهم مفيش أي مشكلة. وبولينيا طبعا ما قدرتش تسكت وطلبت بالدلو، مش عايزين تعويق، مش عايزين أي حاجة تانية غير إن هم ياخدوا الدلو وبس. وساعتها بولينيا حضرت الجيش بتاعها 30,000 جندي رايحين يحاربوا علشان الدلو، ومودينيا كمان جهزت دفاعاتها وجيشها كويس جدا للجيش اللي جاي. والنتيجة إن مودينيا انتصرت في الحرب واحتفظوا بالجردل لحد دلوقتي. تهديدات ومناوشات، سم في العسل، وكل ده كان بسبب الدلو. الأغرب إن الدلو لسه موجود في مودينيا لحد دلوقتي، ولو رحت هناك هتلاقيه موجود في المتحف، والناس فخورة جدا بإن هو موجود وكأنه انتصار تاريخي. وفي الآخر الحروب مش بتقوم بسبب خنزير أو كورة أو دلو، الموضوع بيكون إن في حكومات أحيانا بتكون هي اللي عايزة الحرب بس مستنية شرارة البداية وخلاص. بس حتى لو ده حصل، ده ما بيبررش اللي بيجي بعد كده، لأن اللي بيموتوا في الآخر مش الخنازير ولا الكورة، اللي بيدفع الثمن هم الناس العاديين، الناس اللي ما كانوش طرف بس اتسحبوا في الحرب دي، ما كانش ليهم فيها لا ناقة ولا جمل ولا حتى خنزير. وفي الآخر بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.